لو ما تعرفش التريك دي في الجيميل فانت فايتك كتير. باختصار، اسم المستخدم بتاعك على الجيميل تقدر تستخدمه باشكال كتير مختلفة. طيب بمعنى ايه الكلام ده؟ هنفترض ان ده عنوان الجيميل بتاعي الاساسي، فالتريك هنا لو انا زودت بعد اسمي علامة زائد او بلس وحطيت اي كلمة تانية وحد حاول يبعت ايميل للايميل ده، الايميل ده ببساطه بيرجع يتوجه على الايميل بتاعي الاساسي، لان الجيميل بيتجاهل علامه الزائد او البلس واي كلمه بتيجي بعدها. فالخلاصه انك تقدر تعمل عدد لا نهائي من الايميلات من الايميل الاساسي بتاعك، وفي النهايه كل الايميلات دي بترجع تتوجه تاني على ايميلك الاساسي. طبعا حد ممكن يسال طيب انا هستفيد ايه من الموضوع ده؟ في الحقيقه انت ممكن تستفيد حاجتين. رقم واحد، انت ممكن تبقى عايز تعمل كذا حساب على اي موقع زي فيسبوك او انستجرام، وبالتالي انت مش مضطر انك تعمل كل شويه ايميل جديد. رقم اتنين، انت لما تيجي تعمل حساب في موقع جديد، بدل ما تستخدم الايميل الاصلي بتاعك، انت ممكن تحط علامه زائد وبعد كده تكتب اسم الموقع ده. والميزه في الموضوع ده ان انت لما يجي لك ايميلات سبام هتبقى عارف مين الموقع اللي بيبيع بياناتك واللي المفروض ان انت ما تثقش فيه.